اللاعب المنتهي كريستيانو رونالدو المفروض يعتزل ويحترم سنه. الارقام تكشف رونالدو افضل لاعب في البطوله العربيه. الاسطوره كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي هو صاحب اعلى معدل تسديدات في البطوله العربيه بمعدل 3.8 تسديده في كل مباراه وبمعدل 1.8 تسديده على المرمى في كل مباراه. ويتفوق رونالدو على باقي نجوم البطوله العربيه من حيث معدل التسديد، وكمان هو يتصدر ترتيب هدافين البطوله العربيه. بالله عليكم في كام لاعب شاب في البطوله العربيه؟ اكيد في كتير، ولكن من الافضل هو رونالدو الكبير في السن ده. طب مين الهداف؟ رونالدو اللي بيقولوا عليه منتهي. فهل يا ابو الكباتن تتفق معايا ان رونالدو اسطوره، ولا هل محمد صلاح هينتقل الى السعوديه فعلا ولا لا؟ نادي الاتحاد السعودي بيسعى جاهدا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. الاستثمار السعودي ممكن يعمل اي حاجه في سبيل التعاقد مع النجم المصري، ولكن رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح بيجاوب بصراحه عن الموضوع ده. نفى رامي عباس وكيل اعمال صلاح اي نقاشات مع اي شخص بخصوص رحيل صلاح عن ليفربول الى المملكه العربيه السعوديه. واكد عباس ان محمد صلاح مستمر مع الريدز وملتزم بتعاقده مع النادي الانجليزي ولا يرغب في الرحيل عن النادي. فهل يا ابو الكباتن انت كمشجع لمحمد صلاح تتمنى انتقاله الى الدوري السعودي ولا استمراره في اوروبا؟ في 3 دقايق بس اثبت لامين يامال ان برشلونه كان بيضيع وقت لسنوات مع عثمان ديمبلي، وهو في سن 16 سنه احتاج ل 15 دقيقه بس لاثبات جودته وموهبته قدام جمهور برشلونه، وظهر في الاهداف ال3 لبرشلونه قدام توتنهام. ده في الهدف الرابع يا ابو الكباتن عمل مراوغه بنت لذينه على ما اعتقد كده تسببت في اصابه احد لاعبي توتنهام. ولكن في حاجه لو حصلت هتدمر موهبه لامين يامال للابد، الا وهي المقارنه والتشبيه بانه ميسي الجديد، لانك انت هتحط اللاعب تحت ضغط كبير جدا، موهبه لابد على برشلونه انها تحتويها. فهل يا ابو الكباتن تتوقع النجاح للموهبه لامين يامال ولا كان ماتش والسلام؟ رقم سلبي يضرب فريق جوارديولا بعد الهزيمه من ارسنال بعد خساره مانشستر سيتي على يد ارسنال في كاس الدرع الخيريه بفوز ارسنال بركلات الترجيح 4-1. مانشستر سيتي يخسر الدرع الخيريه للمره الثالثه على التوالي. في 2021 خسر على يد ليستر سيتي 1-0، وفي 2022 خسر على يد ليفربول 3-1، وفي 2023 اللي احنا فيها دي خسر على يد ارسنال زي ما قلنا 4-1 بركلات الترجيح. دي بقت عقده تقريبا. فهل برايك يا ابو الكباتن كان يستحق مانشستر سيتي الخساره امام ارسنال ولا لا؟ ميسي يتسبب في رحيل حارس انتر ميامي عن الفريق. بعد تصريحاته عن ميسي انتر ميامي يتخلص من حارس مرماه الهولندي نيك مارسمان، وده بعد اسابيع من انتقاده اللاذع لصفقه ميسي. وقال مارسمان قبل اسابيع: برايي الشخصي هذا النادي غير جاهز لاستقبال صفقه بحجم ميسي. اولا عندنا ملعب مؤقت، حتى الجماهير تقدر بسهوله نزول الملعب لان لا توجد بوابات. وكمل: نحن نغادر الملعب بدون اي حراسه. لا اتصور ان هذا النادي جاهز للاعب مثل ميسي. وبس يا ابو الكباتن، قام النجم ديفيد بيكهام فاسخ تعاقده حالا. اوعى تتكلم يا ابني عن ميسي او انتر ميامي. فارت يا ابو الكباتن تقيم لنا صفقه انتقال ميسي لانتر ميامي من وجهه نظرك من 10. اكتر اللاعبين في برشلونه الجماهير بتحبهم، واكتر اللاعبين في برشلونه الجماهير بتكرههم، وده بعد الموسم التحضيري. اتكلمت الصحافه الكتالونيه عن اكتر اللاعبين اللي تم تشجيعهم من جماهير برشلونه، وكانوا كل من اوريول روميو وديونج، وده علشان كانوا افضل اللاعبين خلال الفتره التحضيريه للموسم الجديد. اما اقل اللاعبين تشجيعا يا ابو الكباتن فيا ترى كانوا مين؟ هم اللاعب ديست ولينجلت، واللي بيقتربوا اصلا من الرحيل عن برشلونه، وكمان تشافي خرجهم من حساباته تماما في الموسم المقبل. فاريت يا ابو الكباتن انت كمان تختار لنا اكتر لاعب بتحبه في برشلونه واكتر لاعب بتكرهه في برشلونه. 3 لاعبين من النادي الاهلي هنتخلص منهم، وفي المقابل هنبدلهم ب3 لاعبين اجمد. هنخلي النادي الاهلي ياخد بطوله كاس العالم للانديه، وزي ما احنا متعودين يا ابو الكباتن ان دي سلسله احلام العصر اللي بنعملها على كل الانديه، يعني نحلم براحتنا. اول لاعب هنمشيه هو محمد طاهر علشان مستواه مش احسن حاجه، وتاني لاعب هنمشيه هو محمد مجدي قفشه من بعد القضيه. للاسف مش هو قفشه خالص. اما يا ابو الكباتن عن ثالث لاعب هنمشيه فهو محمد شريف. وهنجيب مين بقى يا ابو الكباتن؟ هندعم خط الدفاع وهنجيب خليل كوليبالي من نادي الهلال السعودي جنب عبد المنعم، كده يعملوا ثنائيه هما الاثنين اشباح. وهندعم في الباك الشمال علشان كتر خير علي معلول لحد كده، وهنجيب الفرنسي ثيو هرنانديز من نادي اي سي ميلان الايطالي. اما بقى عن المهاجم وهو النيجيري اوسيمين نجم الدوري الايطالي وهداف الدوري الايطالي ونجم نابولي. على ما اظن كده بقى نصحى من احلامنا دي. بس تخيل كده عزيزي الاهلاوي ان اللعيبه دي معاك، على ما اظن عظمه جدا. فقول لي رايك يا ابو الكباتن، عاوزين نعمل الاختيارات دي على انه نادي تاني؟ حارس مرمى من اعظم الحراس في كل العصور، وفي ناس كمان بتعتبره انه الافضل على الاطلاق. حارس مرمى حير كل اللاعبين والاساطير والمشاهدين والمعلقين بتصدياته وانقاذاته الخرافيه. مقوله ان الحارس نص الفريق هو علّ عليها، واثبت في بعض الاحيان انه الحارس كل الفريق. فاز ببطولات كتير جدا ومنها كاس العالم، ولكنه ما فازش ولا مره بدوري ابطال اوروبا، ويعتبر من اللاعبين القلائل يا ابو الكباتن اللي شاركوا في 5 نسخ من كاس العالم. لعب في الدوري الايطالي والدوري الفرنسي. عاوزك بقى
بقى يا ابو الكباتن تشغل معلوماتك الكرويه دي شويتين وتخمن معايا مين هو الحارس ده.